وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مشاهدي الكرام، نتحدث في هذه الحلقات عن آيات الجهاد، نأخذها آية آية، نسلط الضوء عليها ونستنبط منها الدروس والأحكام والعبر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع ونتلو من كتاب الله جل وعلا. يقول الله عز وجل في آية من آيات الجهاد: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. هذا نداء من الله عز وجل لكل من آمن. وقد قال ابن مسعود: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. هذه حقيقة يجب على المسلم أن يستوعبها. خذوا حذركم، أي ليكن عندكم الحذر الشديد والاستعداد الدائم لأعدائكم لئلا تبغتوا بما لا تتوقعوا. والمؤمنون يجب أن يكونوا أمة يقظة، ويجب أن يكونوا على أهبة الاستعداد دائما، وألا يكونوا مغفلين أو غير واعين. وهذا يستلزم منا يا عباد الله أن نكون دائما على أهبة الاستعداد. النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة سمعوا صوتا شديدا خارج المدينة، فقام الناس لينظروا ماذا حدث وماذا حل بالمدينة، فما شعروا إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مقبلا من مكان الصوت وهو يقول لهم: لن تراعوا لن تراعوا، يعني أنه قد ذهب عليه الصلاة والسلام وكشف ما هنالك وتبين الأمر ثم رجع. وهكذا ينبغي للمؤمنين دائما أن يكونوا حذرين، وأن يكونوا متيقظين، وأن يكونوا واعين. ثم يقول الله عز وجل: فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. انفروا ثبات أي جماعات جماعات، لأنكم بحاجة إلى أن لا تكونوا جميعا، لأنكم قد لا تخرجون إلا إلى فئة قليلة من الكفار، فيخرج جماعة منكم مكونون من 10 20 30 100 200. هذا معنى الثبات. أو انفروا جميعا عندما يستدعي الأمر ذلك، مثل أن يلاقي القوم عدوا من أضخم وأعظم أعدائهم. وبهذا نعلم أننا بحاجة إلى أن يكون عندنا تشكيلات منوعة من المجاهدين في سبيل الله عز وجل، مجاهدون على شكل فرق صغيرة للمهمات العاجلة والسريعة، ومجاهدون على شكل كتائب ضخمة جدا ومهيئة بكافة أنواع العدة والعتاد. وبهذا يتبين لنا أن أمر الجهاد في سبيل الله في القرآن ليس أمرا عابرا. لم يأتي الأمر بالجهاد في القرآن في موطن واحد، ولم يأتي الأمر بالجهاد في القرآن في شكل أو صورة واحدة، بل إنه استوعب قضايا الجهاد كلها وبينها للمؤمنين بيانا شافيا. وهذا الكتاب كما ذكر الله عز وجل عنه تبيان لكل شيء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يأخذون حذرهم، وأن يجعل في المؤمنين من ينفر ثبات، ويجعل فيهم من ينفر جميعا. تقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين.